والآن مع متن الجزرية للشيخ محمد ابن الجزري الشافعي. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات، محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفال والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافاته إذ وليا، للضراس من أيسار أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء دانيه لظهر أدخلوا، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن، منه ومن فوق الثنايا السفلى، والضاء والذال وثال العليا، من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفا مع طراف الثنايا المشرفة، للشافتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. باب الصفات. صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لنعمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلات قطب جاد واللين، واو وياء ساكنا وانفتحا، قبلهما والانحراف صححا، في اللام والراء بتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطل. باب التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا،
وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. باب التفخيم والترقيق. فرققا مستفلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الألف، كهمز الحمد أعوذ اهدنا، الله ثم لام لله لنا، واليا تلطف وعلى الله ولض، والميم من مخمصة ومن مرض، وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، وفي الجيم كحب الصبر، ربوات اجتثت وحج الفجر، وبينا مقلقلا إن سكنا، وإن يكن في الوقف كان أبينا، وحاء حصحصا أحط الحق، وسينا مستقيم يسط يسقو. باب الراءات. ورقق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، أو كانت الكسرة ليست أصلا، والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكريرا إذا تشدد. باب اللامات. وفخم اللام من اسم الله، عن فتح أو ضم كعبد الله، وحرف الاستعلاء فخم واخصصا، لطباق أقوى نحو قال والعصا، وبين الإطباق من أحط مع بسطت، والخلف بنخلقكم وقع، واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا، وخلص انفتاح محذورا عسى، خوف اشتباهه بمحظورا عصا، وراع شدة بكاف وابتا، كشرككم وتا توفى فتنتا، وأولي مثل وجنس إن سكن، أدغم كقل ربي وبلى وأب، في يوم مع قالوا وهم وقل نعم، سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. باب الضاد والظاء. والضاد باستطالة ومخرج، ميز من الضاء وكلها تجي، في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ، ظاهر لظى شواظ كظم ظالما، أغلو الظلام ظفر انتظر ظما، أظفار ظنا كيف جا وعظ سوى، عضين ظل النحل زخرف سوى، وظلت ظلتم وبروم ظلوا، كالحجر ظلت شوعران ظلوا، يظللن محظورا مع المحتضر، وكنت فظا وجميع النظر،
إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي ضنين الخلاف سامي. باب التحذيرات. وإن تلاقي البيان لازم أنقاض ظهرك يعض الظالم والضر مع وعظت مع أفضتم وصفها جباههم عليهم. باب الميم والنون المشددتين والميم الساكنة. وأظهر الغنات من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي. باب حكم التنوين والنون الساكنة. وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى فعند حرف الحلق أظهر وادغم في اللام والراء لا بغنة لزم وأدغما بغنة في يؤمنوا إلا بكلمة كدنيا عنونوا والقلب عند الباب غنة كذا لإخفى لدى باقي الحروف أخذا. باب المد والقصر. والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبتا فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمع بكلمتي وجائز إذا أتى منفصلا أو عارض السكون وقفا مسجلا. باب معرفة الوقوف. وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي فالتام في الكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله يوقاف مضطرا ويبدى قبله وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. باب المقطوع والموصول وحكم التاء. واعرف لمقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام فيما قد أتى فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبدوا يسين ثاني هودلا يشركن تشرك يدخلا تعلو على ألا يقول لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما نهق قطعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أسسا فصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما
الأنعام والمفتوح يدعونا معا، وخلف الأنفال ونحل وقعا. وكل ما سألتموه واختلف، ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف. خلفتموني واشتروا في مقطعا، أوحي أفضت مشتهت يبلو معا. ثاني فعلن وقعت روم كلا، تنزيل شعراء وغيرها صلا. فأينما كالنحل صل ومختلف، في الشعار الأحزاب والنساء وصف. وصل فإن لم هود أن نجعلا، نجماع كي لا تحزنوا تأسوا على. حج عليك حارج وقطعهم، عمن يشاء من تولى يومهم. وما لهذا والذين هؤلاء، تحين في الإمام صل ووهلا. ووازلوهم وكالوهم صلي، كذا من الوها ويا لا تفصلي. باب التاءات. ورحمة الزخروف بالتزابره، لعراف روم هود كاف البقرة. نعماتها ثلاث نحل إبرهم، معا أخيرات عقود الثاني هم. لقمان ثم فاطر كالطور، عمران لعنتا بها والنور. وامرأة يوسف عمران القصص، تحريم معصية بقد سمع يخص. شجرة الدخان سنة فاطري، كلا والانفال وحرف غافري. قرات عين جنات في وقعت، فطرت باقية وبنات وكلمة. أوساط الأعراف وكل ما اختلف، جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. باب همز الوصل. وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، إن كان ثالث من الفعل يضم. واكسره حال الكسر والفتح، وفي الأسماء غير اللام كسرها. وفي ابن مع بنات امرئ واثنين، وامرأة واسم مع اثنتين. وحاذر الوقفا بكل الحركة، إلا إذا رمتا فبعض حركة. إلا بفتح أو بنصب وأشم، إشارة بالضم في رفع وضم. خاتمة الجزرية. وقد تقض نظمي المقدمة، مني لقارئ القرآن تقدمه. أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد. والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام. على النبي المصطفى وآله، وصحبه وتابعي من واله. وتقبلوا في الختام تحيات إخوانكم في تسجيلات شور الإسلامية، ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.